السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم قشر البرتقال ده. يا جماعة بنستفاد بيه حاجات كتير. احنا بناخده، دي البرتقانة اهي بقشرها واخد منها القشر. طبعا احنا بناكل البرتقال وبنرمي القشر، بس احنا هنستفاد بالقشر، وفيه فيتامين سي جامدة جدا. طبعا الكل عارف، احنا بنرميش القشر، هنستفاد بيه. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت هنا ميه مغليه، وهقول لكم هنعمل بيه ايه. هضيفه كده في الميه اهو، وهسيبه لما يستوي خالص. طبعا بتكون غسلاه غسيل كويس اهو. زي ما انتم شايفين اهو الميه بتبتدي تتغير، دي طبعا من القشره اهي. ده يا جماعه بحطه بسيبه يستوي كده، وبعد كده اضربه في الخلاط علشان اخده يبقى عصير. نعمل فيه ايه بقى؟ هنعمله لكيكه، لبسكوت، يبقى عندنا جاهز. بضربه في الخلاط وهنشوف شكله في النهايه ايه. يعني بنستفاد من البرتقانه كلها من جوه وبره. ناكل البرتقانه وناخد القشره بدل ما نرميها. دي فيها فيتامين سي يا جماعه، يعني مفيده. وعلى فكره ما بحط في نعمل الكيكه وما فيش عندك فانيليا، دي مش محتاجه فانيليا. ريحه البرتقال بتاعها بتبقى جميله جدا. زي ما احنا شايفين كده هسيبه لما يستوي خالص، وهرجع تاني وهعمله في الخلاط، اضربه في الخلاط ان شاء الله. شايفين الميه بتاعتها وهي خلاص دخلت في السوي، ما عادش حاجه. هسيبها بس ايه دقيقتين كمان اهي. ده بقى بيبقى عصير، احلى عصير. وممكن تعمليه في البسكوت، بيبقى جميل قوي. ده طبعا اما بيتغلى يا جماعه بيبقى ايه، بيشال منه المراره، بيبقى فيه مراره كده. لا، ما بيبقاش فيها مراره بعد الغليان ده كله، والتسويه دي بتروح منها المراره بتاعتها. شايفين اللون اهو. ما بالك بقى لسه ما نضربه في الخلاط وهنشوفه. طبعا ده هسيبه هضربه في الخلاط واسيبه يبرد، واحطه في اي حاجه في اكياس ثلاجه، واقوم حطها في الفريزر. وقت ما احتاج اعمل كيكه، اعمل بسكوت، بطلعها. طبعا الايام دي البرتقال كتير، فتخزينه مش صعب ولا حاجه، بيبقى سهل ليكي. وقت ما تيجي تعملي كيكه بتطلعيها جاهزه، حاجتك تكون فكت خالص. يعني طريقه بسيطه وسهله جدا اهي، ومنها توفير كمان. كنا بنجيب ازازه كاكولا نعملها، نجيب فروتي، يعني عصير برتقال، يمكن ما فيش برتقال موجود يبقى معانا جاهز اهو. هسيبه بقى ايه كمان دقيقتين، هو بياخد 10 دقايق يا جماعه. بعد كده هعمله في الخلاط. يقول كشري خالف وشنو ها برضه الله خلف تطلع. هنصفيه. بصوا كده، شوفوا الجمال ما شاء الله. ده قشر البرتقال اهو. هزود عليه شويه ميه بس كده صغيرين، واقوم اقطع. شايفين اهي. البواقي اللي انا هشيلها دي كلها، القشر ده هنستفاد بيه. الحاجه اللي هتفيض في الاخر هقول لكم هستفاد بيها في ايه في الحلقه التانية. يعني مش هرميه، حلو قوي للبشره. وهقول لكم هحط فيه ايه. زي ما انتم شايفين كده، اللي مشتركش في القناه يشترك. وحابه تقولولي ايه رايكم في الوصفه البسيطه اللي مش مكلفه دي. طبعا هتتخزن وقت ما تحتاجيها هتلاقيها.
يعني بيبقى ساعات ما عندكيش برتقان اهو، ما عندكيش فانيليا بردك مش هتحتاجيها، لان ريحة البرتقان بتاعتها صعبة جدا، وطبعا المرارة بتاعتها بتروح مع التسوية. يعني جميل جدا وموفر. وهقول لكم انا في نهاية الحلقة السلام عليكم ورحمة الله، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم. شايفين دول 3 معالق كبار اهم، 3، على اساس ان انا شلتهم علشان هعمل بيهم كريم للبشرة. هقول لكم في فيديو تاني انا شلت دول، طبعا ما طلعش اي قشور، طلعت كلها ما شاء الله، اتفرم حلو لان سلقته كويس فما طلعش اي حاجة منه. فهنعمل مع بعض طريقة ان شاء الله تعجبكم للبشرة. دي فيتامين سي وهيبقى جميل، وهنضيف عليها حاجات، وهنشوف الكريم بتاع البشرة في حلقة تانية ان شاء الله.